السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه جيده ومرحبا بكم في فيديو جديد. سبق لي حطيت لكم فيديو علمتكم فيه باللي راه تم الاعلان على مباراه الامن الوطني لسنه 2023، وكنت وعدتكم باللي غير بدا التسجيل غادي ندير لكم طريقه التسجيل مع الوثائق المطلوبه. هادشي علاش درت لكم هذا الفيديو الاخوان، باش نتعرفوا على طريقه التسجيل ونتعرفوا على الوثائق اللي غادي ندفعوا ان شاء الله للكوميساريه. فاذا كنت مهتم خليك معايا وما تنساش دير لايك وتشترك في القناه اذا كنت مازال ما اشتركتيش، وتفعل الجرس باش توصل باي فيديو جديد. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه الاخوان غادي تدخلوا لهذه المقاله، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الوصف ديال الفيديو او في اول تعليق بحال ديما. غادي تدخلوا ليها، غادي تلقاو العنوان ديالها مباراه الامن الوطني 2023 الشروط وطريقه التسجيل. غادي تنزلوا بحال هكا الاخوان. هنا موجود لكم المسائل كامله بالنسبه للناس اللي ما عرفاش شحال طالبين، راه موجود لكم المسائل كامله الاخوان. اللي بغى يقرا بشويه عليه يدخل لهنا ويفهم كل شيء. بالنسبه للشروط المطلوبه الاخوان حتى هي راه منظمها لكم، كل رتبه بوحديتها كما كتشوفوا معايا: الحراس، مفتش الشرطه، ضباط الشرطه، ضابط الامن. كل رتبه وشنو طالبين فيها ولا الشروط المطلوبه فيها. وديجا الاخوان راه داير لكم فيديو كنشرح لكم كل شيء بالتفصيل، غادي نخلي لكم في الوصف ديال الفيديو او في اول تعليق بحال ديما الا بغيتوا تشوفوا داك الفيديو وتعرفوا الشروط كامله، حيت الشروط الاخوان راه ما كتبدلش. هذا هو الاعلان الاخوان الرسمي. بالنسبه للمباراه غادي تكون ان شاء الله نهار 16 يوليو 16 شهر 7 غادي يكون ان شاء الله الكتابي. بالنسبه للملف الترشيح الاخوان شنو كتحتاجوا فيه؟ ملي غادي نساليو التسجيل ان شاء الله غادي نوريكم شنو كتحتاجوا في الملف اللي غادي تديو ان شاء الله للكوميساريه. غادي ننزلوا شويه لتحت الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا، غادي تلقاو تاريخ بدايه ونهايه التسجيل في مباراه الامن الوطني 2023. بالنسبه لتاريخ التسجيل غادي يبدا من اليوم 26 ابريل الى غايه 11 ماي، فاهمين؟ و12 ماي باش تحط الدوسي ديالك في الكوميساريه غادي يكون اخر اجل، فاهمين؟ اول حاجه الاخوان غادي نديرو، غادي نضغطوا على هذا الرابط كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نضغطوا عليه. غادي دينا الموقع الرسمي ديال مباراة الأمن الوطني. كما ما كتشوفوا معايا التسجيل مفتوح لسنة 2023. غادي نضغطوا عليها بحال هكا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي يعطينا هنا الرتب اللي بغيتي تدفع عليها. مثلا بغيتي تدفع العمداء ممتازون، عمداء شرطة، ضباط الأمن، ضباط الشرطة، مفتشي الشرطة، حراس الأمن. هنا كتشوف الرتبة اللي مناسباك والرتبة اللي بغيتي تدفع عليها. في الحالة ديالنا مثلا بغينا حراس الأمن، غادي تجي لهنا وتضغط على اقرا المزيد بهذا الشكل هذا. وبنفس الطريقه الاخوان بالنسبه للتسجيل نفس الطريقه، الفرق فين كاين؟ في الوثائق. طريقه التسجيل العاديه الاخوان الا شرحت ديال الحراس راه كتنطبق على الفئات الاخرى او الرتب الاخرى، فاهمين؟ ما كاين حتى شي صعوبه الاخوان. هنا الاخوان بالنسبه للشروط شنو طالبين: السن والقامه وكذا وكذا. هادشي ديجا هضرت عليه في الفيديو، الناس اللي قديمه في القناه راه عارفه شنو كاين. هنا كتنزل لتحت الاخوان كدير ملء الاستماره مباشره. هنا كيتحل لنا الموقع. هنا الشروط والأحكام الإخوان: يرجى الإجابة على جميع الأسئلة بدون استثناء وبدقة، وذلك حتى نتمكن من تقييم طلبك. الأسئلة اللي غتجاوب عليهم يكونوا صحاح، داكشي اللي غتحط في التسجيل يكون داكشي اللي معلق بحياتك وبدراستك، فاهمين؟ هنا في حالة عدم مطابقة البيانات سيتم إلغاء ملف الترشيح. مثلا إلا كذبتي في شي حاجة فالملف ديالك كيتلغى، فاهمين؟ يرجى أن تكون الصورة الشخصية، الصورة كنحتاجوها من بعد في الملف ديال الترشيح. يرجى التصريح بأرقام هواتف صالحة، التليفون اللي غتحط ولا ديال شي واحد من عائلتك يكونوا صحاح باش منين يصونيو يجاوبوا، فاهمين؟ هنا يرجى التصريح بعنوان الكتروني. الايميل ديالك يكون صحيح، يكون شي ايميل اللي كتخدم به، ماشي شي ايميل ناسي له مود باس ولا شي حاجه، حيت غادي تحتاجه. وهنا الاخوان تحذير: كل محاوله اختراق للموقع سيتم معاقبه صاحبها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. الا بغيتي تخترق الموقع ودوك المسائل هذيك راه كاينه عقوبات لهاد المسائل هذه، فهمتي؟ ملي كتقرا هاد اللعيبات هادو الاخوان كتكروشي هنا قرات وافقت على الشروط وكدير اوافق. واحد الحاجه الاخوان بغيت ننبه ليها: قبل ما تفكر كاع تسجل وقبل ما تفكر كاع تفتح السيت، جيب اخويا الوريقات ديالك، جيب لك كارت ناسيونال والباك ديالك ولا المسائل ديالك اللي تدفع بهم والعنوان ديالك يكون صحيح، وحطهم الوريقات ديالك حدا باش ما تلفش وما ديرش شي خطا في التسجيل، فهمتي؟ ملي كيكونوا الوريقات ديالك حداك وكتشوف النقاط اللي جبتي الباك وكذا وكذا كتسهل عليك التسجيل، كتبدا كتنقل وكتحط. اما تبقى تفكر وتقول ما عرفت شحال جبت هنا وكذا وكذا، من الاحسن اخويا حط الوريقات ديالك حداك وبقى تنقل وتسجل في راحتك. نديروا اوافق الاخوان، سينو واحد شويه. ما تنساوش الاخوان الموقع راه عليه واحد الضغط دابا خيالي، وخا يلاه بدا التسجيل 12 وثلث باش ندير لكم فيديو، ولكن واحد الضغط راه خيالي يا الاخوان. هنا عندنا 5 ديال المراحل. اول مرحله الاخوان ديال المعلومات الشخصيه، غادي نمشيو مرحله بمرحله. اذا غادي نبداو برقم لاكارت، الاسم الشخصي، الاسم العائلي بالعربيه، مكان الزياد بالعربيه، الجنس، وهنايا عاوتاني ديرهم بالفرونسي: البرينون نو دات دو نيسونس بالفرونسي الاخوان. ومن بعد غدير هنا ماسكولين واش ذكر ولا انثى، ماسكولين وفيمينا. هنا التجنيد الاجباري واش دوزتي او لا ما دوزتيش التجنيد الاجباري. هنا واش موظف انت في الاداره او لا. الاخوان نعمر هاد المعلومات ونرجع لكم. المهم دابا عرفتوا شنو خصنا نعمرو، حنا ما خصناش نتعطلوا.
اذا خوتي خواتاتي كيف ما كتشوف معايا عمرنا المسائل الشخصيه ديالنا، يعني الاسم، النسب، العنوان اولا المكان اللي ازدياد، التاريخ ديال الازدياد، الجنس، واش مدوز التجنيد ولا لا. من بعد ضغطوا على التالي. بهذا الشكل ما خصكمش تعطلوا الاخوان، ستيت راه عليه الضغط، وإلا غلطتي في شي حاجه ولا تعطلتي راه تعاود من الاول، فاهمين؟ دابا في المرحله الثانيه عناوين التواصل. اول حاجه عنوان الاقامه، العنوان فين ساكن انت، هنا بالعربيه وهنا بالفرنسيه. هنا مدينه الاقامه يعني المدينه اللي ساكن فيها، كتدخل هنا بالعربيه وهنا بالفرنسيه. هنا عنوان السكن للتواصل، يعني فين يتواصلوا معك، فين يرسلوا لك يعني الكونفوكاسيون. الا كنت يعني عندك نفس العنوان كتحطه. كان عندك مختلف، مثلا عندك في لاكارت عنوان وانت ساكن في واحد العنوان، كدير العنوان اللي انت ساكن فيه. هنا عنوان التواصل، فهمتوا الاخوان؟ يعني دير العنوان اللي انت ساكن فيه، هادشي اللي كاين. بالنسبه للرقم الهاتف كدير رقم التليفون ديالك، وهنا الرقم الثاني كدير التليفون ديال شي واحد، مثلا الاب ديالك ولا الاخ ديالك، باش حتى الا صوناو عليك في التليفون ديالك وكان طافي كيلقاو النمره الثانيه شاعله. هنا الحساب الالكتروني ديالك يعني الايميل، وكيف ما قلنا يكون صحيح. فاهمين الاخوان؟ نعمر هاد اللعيبات وارجع لكم. انا رجعت لكم الاخوان بعد ما عمرت هاد المعلومات. ملي كتسالي كدير التالي كما قلت لكم. حاولوا تجربوا شويه، السيت راه كيتعاود، راه ممكن دابا يتعاود ليا. كنديروا التالي بهذا الشكل هذا، ومزيانه راه ما تعاودش الاخوان. دابا راه دزنا للمرحله الرابعه اللي هي الشهادات او لي ديبلوم، فاهمين؟ كتنزل تحت كتلقى الشهاده المذكوره اعلاه هي الشهاده المطلوبه للاجتياز هذه المباراه، كدير وي بطبيعه الحال، حيت الشهاده اللي تحط هي اللي غادي تدفع بها المباراه، فاهمين؟ هنا كتحط التخصص ديالك ديال الدبلوم، يعني فاش خديتي هذاك الباك. هنا المستوى الدراسه فين وصل دابا في القرايه. الا كنتي مثلا بليس 2 بليس 3 كتحطها هنا، بليس 4 كتحطها هنا. هنا الشهاده اللي غادي تدفع بها مثلا البكالوريا، فاهمين؟ هنا مدينه المؤسسه، يعني فاش فين خديتي هذاك الباك. هنا الميزه واش حسن جدا ولا اسي بيان ولا مقبول. هنا المعدل باش خديتي هذاك الباك. هنا تاريخ اللجنه راه كيكون ديجا في الباك الاخوان وقتاش خديتي الباك، يعني السنه. وهنا اسم المؤسسه الاخوان، وكديروا تاكيد. من بعد ما كديروا تاكيد كتنزل لكم هنا، فهمتوا؟ هذاك الشهاده ولا المعلومات ديال الشهاده اللي دخلتي الفوق، ملي كدير تاكيد كتنزل لتحت. هنايا الاخوان انا غادي نوريكم كيفاش نعمر هاد المعلومات ونرجع لكم، فاهمين؟ انا رجعت لكم الاخوان بعد ما عمرت المعلومات كيف ما كتشوفوا معايا. عمرت التخصص، يعني فاش واخد الباك ديالك ولا الشهاده ديالك. المستوى الدراسي باك بلس 2 بلس 3 كذا. الشهاده ديال باش باغي تدفع البكالوريا ولا الباك بلس 1 باك بلس 2. المؤسسه اللي ديتي فيها داك الشهاده. الميزه الاخوان واش مقبول واش مستحسن واش حسن. المعدل والاسم ديال المؤسسه ولا دات اللي خديت فيها ديك الشهاده. من بعد كدير تاكيد كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان. غادي تهبط لتحت، ها هي الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان. من بعد غادي نديروا التالي هكا. كما قلت لكم الاخوان السيت راه كيتبلوك. انا راه تعاودات ليا من الاول. تخيلوا معايا راه مونتاج كما كتشوفوا معايا. ما كيبان لكمش بانني تاخرت، راه كل شويه كترجع ليا، فهمتي؟ كرجع ليا من الاول. كنعاود عاوتاني نسجل ونقطع في الفيديو، راه تماره الاخوان. فما تنساوش تضغطوا على ديك اللايك باش تزيدوا تدعمونا وتشجعونا ندير لكم لي فيديو. دابا الاخوان وصلنا للغات. هنا غادي تدخل الى عندك شي شواهد ديال اللغات، يعني الا واخد شي شهاده في لونجلي فرنسيه شي لغه اخرى كتدخلها هنا. اختيار لغات الاختبار الثاني، مثلا نديرو اونجلي او نديرو اونجلي، نخليوها اونجلي. هنا اللغه التي يتقنها المترشحين، اللغات اللي عندك معاهم انت مزيان. هنا كنديرو اضيف اللغات، كنضغطوا بحال هكا الاخوان. غادي يطلع لنا واحد لاباج غادي نعمروا فيها المسائل ديالنا. هنا لا لونغ نديرو العربيه هي الاولى. مستوى ايجاد اللغه، يعني واش كتعرف تتكلم بهذه اللغه مزيان. وهذه اللونغ ماتيرنيل يعني العربيه ديالنا. هنا الاخوان كتعمر السيرتيفيكا، فهمتي؟ الا عندك شي سميتو شي شهاده في اللونجلي ولا فرنسي حنا جايين كتعمرها هنا، وكدير هنا تاريخ فين تحصلتي على ديك الشهاده، وانا كدير المؤسسه ديالها. نديرو تاكيد الاخوان باش تنزل لتحت، ها هي عرب. نديرو لغه اخرى اللي عندنا معها. نديرو مثلا اونجلي. نديرو مستوى ايجاد اللغه نديرو سكولير بلا ما نديرو كورون. الا عندك الاخوان شي شهاده كتدخل هنا السيرتيفيكا وكدير كما قلت لكم التاريخ والمؤسسه ديالها. كنزرب باش ما نطول عليكم الفيديو. كديروا تاكيد. ها حنا درنا جوج الاخوان، شفتوا معايا درنا جوج. دابا نزيدو الثالثه اللي هي الفرنسيه. عندك اسبانيوليه حتى هي زيده. المهم الحاجات اللي كتعرف لهم نتايا حتى هي نديرو لها سكولير عادي. الاخوان ماشي انا كنعزل هنا، راه كنشوف المترشح واش عنده مع اللغه ولا لا. الا ما كانش عندك مع اللغه في مره دير نوسيدو باز، فهمتي؟ حنا كنديرو سكولير حيت الشخص يعني كيهضر بهاد اللغات.
هادشي اللي كاين، ماشي تشوفوني كندير سكولير تمشيو ديروا سكولير. نديرو تاكيد الاخوان. احنا دخلنا اللغات الاخوان، اونجلي، عرب، فرنسيه. من بعد الاخوان نديرو التالي كيف ما كتشوفوا معايا. احنا وصلنا للسطاج ديال الوحشه الاخوان كيف ما كيقولوا. هنا معلومات اضافيه مكفولي الامه كنديرو نو. هنا قدماء العسكريين، كاين بزاف ديال الدراري سولوني على هذه القضيه. الا كان الاب ديالك يعني مدول من القدماء العسكريين كدير وي، الا ما كانش كدير نو. هادشي اللي كاين. الطول الاخوان بالسنتيمتر، ما ديرش بوان، فهمتي؟ يعني مثلا الشخص فيه متر 76 نديرو 176، ما نديروش 1.76، فهمتوا؟ السؤال السري هذا غادي تحتاجو الا نسيتي الكود ديالك ديال سميتو ديال التسجيل. هنا نديرو مثلا ما هو لوني المفضل، نديرو مثلا بلو. اوكي، ندير ازرق. هنا ندخلو هذا العدد 6 بي كبيره كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان. من بعد نديرو التالي. هنا الاخوان قراو معايا: انتباه، لاتمام الخطوات التسجيل المرجو مراجعه معطياتكم ثم الضغط على زر طلب تحقق من المعطيات. يعني هنا كيقول لك خصك تاكد من المعلومات ديالك كامله، لا تكون غلطتي في شي حاجه، لا تكون عندك شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه. كتعمر المعلومات ديالك كامله الاخوان، فهمتي؟ كدير متابعه هكا وكتنزل لتحت. ملي كتنزل كتحاول تاكد من المعلومات ديالك كامله الاخوان. بطبيعه الحال غادي نحجب المعلومات حيت معلومات شخصيه. غادي نتاكد الاخوان من المعلومات هادو كاملين وغادي نرجع لكم ان شاء الله. نتوما كما قلت لكم غادي تاكدوا من المعلومات ديالكم كامله، غادي تنزلوا حتى لتحت وانتم كتاكدوا من كاع التفاصيل ديالكم، فهمتوا؟ وهنا رجعت لكم الاخوان من بعد ما تاكدنا من المعلومات كلشي هو هذاك. نتوما كما قلت لكم الاخوان حاولوا تاكدوا من المعلومات ديالكم، عاد ديروا اطلب التحقق من معطياتي. انا كنقولها لكم الاخوان باش ما تغلطوش في شي حاجه وتصدقوا يعني ضيعتوا الوقت في التسجيل وداك الشيء. هنا الا غلطتي في شي حاجه كتضغط على تغيير المعلومات. هنا كتضغط الاخوان على تغيير المعلومات. الا كنتي غلط في شي حاجه ما كنتيش غلط كدير اطلب التحقق من معطياتي، كتضغط عليها بحال هكا. هنا الاخوان حاولوا تصوروا هاد اللعيبه هاد اللعيبه ديالكم، حاولوا تصوروها باش تبقاو عاقلين على رقم التسجيل ديالكم الاخوان. راه هو كيكون تحت رقم كاشي على حسب ديال الشخص، ما خصناش نبينوا بطبيعه الحال حيت هذا كود شخصي. من بعد كديروا تاكيد. هادشي اللي كاين الاخوان. وهكا الاخوان نكونوا تسجلنا بالطريقه الصحيحه. لقد تم تحويل ملف ترشيحكم قصد المعالجه. تستغرق هذه العمليه مده لا تتجاوز 24 ساعه. المرجو الرجوع لاحقا بعد نهايه هذه العمليه من اجل اتمام خطوه التسجيل واستخراج الاستماره قصد ضمها للملف الترشيح. يعني الاخوان غادي نسينوا لمده 24 ساعه، يعني الغد اللي ان شاء الله غادي يعطيونا هنا تم بانه راه تم قبول الترشيح، وغادي يعطيونا نحملوا الاستماره ديال التسجيل الاولي. وهذيك هي اللي كنديوها معنا في الملف ملي كنمشيو ندفعوا في الكوميساريه. يعني الاخوان ملي كدوز 24 ساعه، نعاود لكم من الاول. ملي كدوز الاخوان 24 ساعه كنجيو لهنا كنديروا تتبع طلب التسجيل. هنا الاخوان كنكتبوا رقم البطاقه، وهنا داك رقم التسجيل اللي قلت لكم خصكم ضروري تصوروه. وهنا كتكتبوا هذا الكود وكديروا بحث. فهمتوا الاخوان؟ ملي كديروا بحث كتلقاو الدوسي ديالكم باللي راه تقبل بعد 24 ساعه وكتحملوا هذيك الاستماره ديال التسجيل الاولي. وهكا الاخوان نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى لكم التوفيق كاملين. ما تنساوش لايك الفيديو وتخليوا لي شي تعليق محفز، وما تنساوش تخليوا الاسئله ديالكم ان شاء الله، ولا دوزوا عندي الانستغرام خليوا لي الاسئله ديالكم باش نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق كاملين. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.